بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله اقتصاديه بكل الخضار اللي عندك في التلاجة، من غير لحم من غير خضار. انا متعوده طبعا اول ما اعملها معاكم. وعايزه اشكر كل الناس اللي بتدعم القناه من داخل مصر وخارج مصر، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بصي يا ستي، انا عندي هنا 3 بصلات انا قطعتهم، وطبعا انا كنت مش هصور معاكم صراحه الفيديو، بس قلت يمكن حد يتعلم مني، ياخد مني خطوه او اي حاجه او اي تكه بعملها. انا جبت 3 بصلات حطيتهم على النار من غير اي حاجه، وطبعا انا شغلت النار وحمرت، بس حطيت معلقه سكر وقلبتها. وهنشغل بقى كده. انا طفيت النار طبعا، وجبت طبعا كان عندي انا عندي اللي هو الدهن اللي هو اللي بسيحه ده، القطع بتاعته ما مش برميها، انا بحطها برضو تدي طعم للاكل، للمحشي او للاكله دي. طبعا احنا ما عندناش لحمه طبعا ولا خضار ولا قصدي فراخ، فدي بتدي طعم للاكله نفسها. واحنا متعودين يا جماعه، احنا مش بنرمي اي حاجه، كل حاجه بنستفيد منها. هنحط بقى شويه زيت. طبعا انا حاطه ورقه غار، ورقه واحده بس، عشان اعرف لما اجي الاكل يستوي عينه ماشي، عشان ما تجيش لما اجي احط الاكل تجيب حد بياكل ولا حاجه. هنحط كمان معلقه سمنه. طبعا يعني ما فيش لحمه ولا حاجه، لازم برضو نديها طعم السمنه دي سمنه بلدي. السمنه اللي انا بعملها معاكم يا جماعه، انا برضو ما بشتريش سمنه، اللبن بجيبه بعمل منه الجبنه، وكمان بعمل القشطه بحوشها وبسيحها، بس بقى بجيب علبه السمنه اللي هي الصغيره خالص دي وبضيف عليها المنظر ده كده. وهنقلب بقى بالمنظر ده لغايه ما تتحمر شويه ونيجي مع بعض. دلوقتي حطينا فصين ثوم بالكزبره، نقلب برده كده عشان يدي ريحه كده للاكل. طبعا انا لما في ثوم وكزبره برده بحط شويه كزبره تاني، وحطيت كمان ريحه فلفل اسود عشان تدي طعم يا جماعه. كل الحاجات اللي بتتحط دي بتدي طعم للاكل، والريحه بقى مالكيش بقى تبقى قلب الشقه. يعني بقى كده انا مش عايزه البصلايه تتحمر قوي، انا عايزاها بس تدبل بس سيكه كده المنظر ده. هنضيف برده حاجه تاني طبعا عشان ندي منظر بقى للاكل ونخليه بقى طبعا شكله كمان احلى. بجيب فلفل الوان ونقلب بقى كده. طبعا الفلفل انا طبعا مقطعاه حطاه في الفريزر، فعشان كده عمل الصوت ده. عايزه اقول لكم بقى، بصوا الطبق ده يعني مليان خضار حلو جدا، صحي طبعا، حلو للاطفال طبعا، بتدخل كل الحاجات اللي هم مش بياكلوها تحطيها هنا بالمنظر ده كده. هنضيف كمان طبعا انا عندي فاصوليا خضراء فرزاها برضو، هنعملها كده ونحطها قبل الخضار عشان تاخد سوا عن البطاطس والكوسه. لو عندك بسله حطي، انا ما عنديش دلوقتي، يعني عايزاكي بصي تملك، لو عندك اي خضار في التلاجة حطيه، الاكله دي مش هتقولك لا، الطعم يبقى خفيف صراحه. دلوقتي انا كنت بشرب قطيتين صغيرين كده، هقلبهم برضو بالمنظر ده. هنضيف بقى القوطه، طبعا برضو القوطه انا بفرزها على طول، انتوا عارفين بحط عليها بنجر، بجيب القوطه كده وافرزها، بتنفعني جدا، ولا تعصري ولا تعملي، كل حاجه عندك جاهزه. هنسيب بقى الحاجات دي كلها تستوي شويه، او يعني القوطه دي تستوي شويه ونيجي مع بعض. بس قبل ما نعمل انا عندي كمان بصل بودره هحطه بالمنظر ده، بيدي الطعم، يعني بيخلي بعد الاكله حته تانية، يعني حته تانية. البصل البودره ده انا اللي عاملاه في البيت مش شارياه. لو عايزين اعمل لكم البصل البودره والثوم البودره ابقى قولوا لي وانا اعمله لكم. الطريقه سهله مش صعبه يعني. هنسيب بقى الحاجات دي القطه تبوش شويه ونيجي مع بعض. بص الوقت انا حطيت التوابل، معلش انا بصور بايد وبحط الحاجات بايدي يعني الثانيه، فعشان كده انا ما بحط بقى الحاجات الاول وبعد كده اصور. بص يا ستي، انا عندي هنا حطيت كزبره، وحطيت فلفل اسود، وحطيت شطه، لو عندك اطفال ما تحطيش. عندي كمون كمان، وحطيت كمان مرقه دجاج. هنقلب بقى كده طبعا عشان احنا مش حاطين لحمه ولا حاطين حاجه، فمرقه الدجاج تديكي طعم.
مرق الدجاج بطعم ايه الخضار. هنقلب بقى الحاجات دي كده ونسيبها تغلي شويه. بعد كده ايه نيجي نحط ايه بقيه الخضار. بس كده القطه كده خلاص باشت. ماشي، انا زودت هنا كوبايتين ميه عشان بقيه الخضار يستوي. هنحط بقى البطاطس، هنحط كمان الكوسه، ونسيب بقى الحاجات دي كلها تستوي مع بعضيها بقى. انا عايزه اقول لك الطبق ده يعني احلى طبق خضار صراحه تاكليه. تعملي بقى جنبيه شويه رز، شويه مخلل، شويه سلطه، حسب ما انت عايزه تعملي جنبيه ايه. ولا لحمه ولا فراخ يا جماعه، مش لازم يعني كل يوم يعني فراخ ولحمه. باي حاجه نقضيها، باي حاجه عندك في التلاجة قضيها. المنظر ده شوف منظرها عامل ازاي ما شاء الله. هنسيبها تستوي بقى ونيجي مع بعض. بصوا بقى المنظر ما شاء الله. الاكله بتتكلم عن نفسها يا جماعه. بصوا الله اكبر، من غير لحمه من غير فراخ. بصوا عامله ازاي. هنسيبها بقى ونبقى نيجي ايه اوريكم ايه بعد ما نخلص خالص. كده الاكله خلصت اهي. ماشي، شوف منظرها عامل ازاي ما شاء الله. بقى قلت لكم بتنجان مخلل، وحطيت بقى ايه كان عندي فلفل احمر، حطيت عليه توم وكزبره وكمون وليمون وقلبته على بعضيه وشكرا.